احنا نازلين عشان نقول يسقط يسقط حك العسكر. حك العسكر مش حكم العسكر. ايه الفرق بقى بين حك العسكر وحكم العسكر؟ في البدايه الناس نزلت 30 يونيو، كان في شعبيه وشرعيه، الشعبيه من الشرعيه والشرعيه من الشعبيه، وجه السيسي وانقلب على الشرعيه اللي هي برضه من الشعبيه، والسيسي كان عارف ومتاكد ان ده انقلاب عسكري وما كانش همه اي حد، لا جهاديين ولا ارهابيين ولا سينا ولا صعيد ولا اخوان ولا سلفيين. كل اللي كان رابه المجتمع الدولي يعمل ايه بقى عشان يطلع من المطب ده؟ يحكها مع الشعب، وان دي ثوره شعبيه وانا ماليش دعوه. ماشي يا عم، ونجح الاحتكاك، قصدي الانقلاب. جم بتوع رابعه وعملوا له خرم في دماغه، كان فاكرهم زي بتوع اسفين يا ريس يوم واتنين وهيمشوا، لكن دول قعدوا يوم واتنين وتلاته وعشره وعشرين وتلاتين، فما كانش قدامه حل غير انه يفضها بالقوه. بس رجع تاني يخاف من المجتمع الدولي، يعمل ايه بقى عشان يخرج من المطب ده كمان؟ يحكها مع الشعب، انزلوا ادوني تفويض. حبيبي يا سيسي. وطبعا انا لو حلفت لكم 100 يمين ان انا مش اخوان مش هتصدقوا، بس تصدقوا ما تصدقوش، يسقط يسقط حك العسكر. يسقط يسقط حك العسكر. يسقط يسقط حك العسكر.